ما هو فضل الصلاة والسلام على رسول الله كثير، لكن اذكر لي فضل منها، هو من أعظم ما ذكر في السنة عن فضل الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على وسلم. أبي أو أي نعم أظنه أبي ابن كعب، نعم أبي بن كعب رضي الله عنه أتى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يشتكي الهم، يشتكي الهم. أسألكم بالله يا من يشاهدنا، من الذي ما زاره الهم يوما؟ من الذي خلى قلبه من الكدر يوما؟ الله المستعان. أقول ديار الأحزان ما هي بالأفراح، ما حلت إلا أوحلت، وما جمعت إلا فرقت، وما أضحكت إلا وأبكت، وما ولدت إلا ويتمت. هذه طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار، أو الأكدار والأحزان اللي هي منها هم، اللي كاد كل واحد منا ماخذ نصيبه من الهم. أي والله. دين، مرض، غم، زوجة تشتكي زوجها، عقوق أبناء، عقوق أبناء إلى غيره. أحبابي أتى يشتكي إليه صلى الله عليه وسلم، ويذكر أبي لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يدعو دائما، يعني كل واحد منا له ورد من الدعاء. كم أجعل لك يا رسول الله من دعائي، يعني من صلاتي، هو قال في الحديث صلاتي مراد بها دعائي. أجعل لك يا رسول الله ربعها، يعني إذا كان 10 دقائق، دقيقتين ونص خليها أصلي وسلم عليك. قال إن شئت، وإن زئت فحسن، أفضل. قال ثلثها إن شئت، وإن زدت فخير. ثلثيها شطرها، ثم قال ثلثي، ثم قال أجعل صلاتي لك كلها، يعني أنا 10 دقائق أدعو ما أرفع يدي إلى السماء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على، بس أردد الصلاة. والدعاء صلاتي عليك يا رسول الله فقط. قال الحبيب إن فعلت ذلك كفيت همك وغفر ذنبك، وفي رواية وقضي دينك. الله أكبر. بالصلاة والسلام بس الصلاة والسلام على رسول. بوابة السعادة في الحياة أن تصلي على خير الورى عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على رسول الله. يعني أنت عندك هموم في قلبك، وأنت عندك هموم في قلبك، مهموم ضايق، وتبغى تتفرج. ألا يعلم الله ما في الصدور؟ أليس العليم بذات الصدور؟ ألا يعلم ما تخفي صدورنا وتكن صدورنا؟ بلى والله. لذلك ما تحتاج تتكلم، بس صلي على رسول الله في دعائك، فسيقلب الله همك فرحا، وضيقك فرجا، ويقضي دينك، ويغفر ذنبك. الله أكبر. أحبابي كم خسرنا في حياتنا من مواقف، بعضنا يدعو ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ما افتتح. ولذلك يقول بعض أهل العلم أن من فضائل الذكر والدعاء أن تستفتحه بصلاة وسلام على رسول الله، وتختتمه بالصلاة والسلام على رسول الله. بل قال بعض في رواية في حديث لا بأس به إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى عليه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. أحيانا تدعو لكنك ما ترفع الدعاء بالصلاة والسلام عليه. أنت يا مهتدي يا مسلم، أعيدها، يا مسلم يا مسلمة، وهل أسلمت واستسلمت وأنبت إلا بدلالته هو عليه الصلاة والسلام لك بالجنة، فلماذا تنساه عند دعائك؟ اللهم صل على رسول الله. أبي أيوب قال الحبيب له إذا هو قال ربعه، نصفه، شطره، ثلثيه، ثم في النهاية لما قال إن زدت خير، أفضل، أحسن، قال إذن يا رسول الله أجعل دعائي كله. طبعا 10 دقائق اللي قلت هذا من عندي، لكن لا أدري كم، لكن الإنسان كل أدرى بنفسه. صحيح. فإذا رأيت الإنسان دائما يرفع اليدين ولا يمل من إنزالها، فاعلم أن الله أحبه، وهو سبحانه إذا أحبك ويسر لك الدعاء فاعلم أنه وعدك بالإجابة لا محالة، ما خلاك تطق الباب إلا بيفتح لك. الله أكبر. وأبي بن كعب لم يطبق مثل هذا إلا أنه وجد هناك ثمرات في الصلاة على رسول الله، فقضي همه. بل يا أحبابي قصص، أنا لا أريد أن أذكر قصص من المعاصرين كثيرا، عطنا لو حيدة على ما يقولون. واحد أنا أذكر أن رجل سجن، كاد سيسجن في دين لأبيه. هو بر بأبيه، بر بأبيه، ولكن الدين أبوه مات، فلا يريد أن يسجن والده في حياته. مات أبوه، قال للدائن انقل الدين علي. لما ذهب للقاضي أعطاه القاضي مهلة، فخرج، وبعد 3 أشهر القاضي من رأى وجهه رأى فيه الرضا، ورأى أنه تحمل الدين برا بأبيه ولا ما له ذنب. فلما عاد ابتسم، قال جمعت الدين؟ قال لم أستطع وأنا جاهز للسجن.
فأخرج الشيك القاضي وأعطاه الدائن. عجيب. قال أنت قاضي وأنت تسدد عني؟ قال ليس أنا أحد رجال الأعمال. قال أسألك بالله قبل ما أقول ان طلعت من عندي وأنا انشغلت بدينك حتى أوفيت عنك ماذا كنت تصنع؟ لا إله. قال وقتي كله بين صلاة وسلام على رسول الله واستغفار. الله أكبر. واستغفار. لزمت الاستغفار ولزمت الصلاة والسلام على رسول الله. كم تستغفر؟ قال أكثر من 13,000 مرة. الله أكبر. اسمع يا اللي لسانه، هذا الذي لسانه رطبا بذكر الله. والله يا أخي يقول أحد المشايخ أظن الشيخ محمد حسان، نعم. أنه بنت صغيرة عمرها 14 سنة أو 15 سنة تقول يا شيخ أني أرى رسول الله، فلما سألها عن أوصافه فوصفته له. نعم. قال فإذا أوصافها التي ذكرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طفلة ما بعد قرأت ولد. نعم. قال فإذا هي الأوصاف التي ثبتت بها السنة. الله أكبر. قالت إني أراه في الأسبوع مرة ومرتين. لا إله إلا فقال الله. يا بنتي كم تصلين عليه؟ فأنزلت عينها ونظرت إليه قالت 10,000 مرة. 10,000 مرة في اليوم؟ في اليوم. لا إله إلا الله. هذا نقلا عن الشيخ محمد حسان سبحان حفظه الله. وهو حي موجود. نعم، يعني يا أحبابي نحن نقول لبعضنا يا أخوان يذكر كل شيء إلا ربه، ويذكر كل شيء إلا نبيه، وذكر غير الله وترك الصلاة والسلام على رسول الله هي أحد أسباب الهم. إذا كان الذي يدعو الله فيجعل الدعاء كله يكفى همه ويغفر ذنبه ويقضى دينه، معنى ذلك إذا أنت نسيت الصلاة والسلام على رسول الله وذكر الله فالهم يسكن صدرك، والدين يقطع فرحتك بحياتك، ولربما ذنوبك تكون فوق رأسك تسقط عليك كالجبل. لذا علينا أحبابي في هذا اللقاء بس تذكار، صل عليه واجعل من أورادك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وما تلاحظ الصلاة المكتوبة من أركانها أن تصلي وتسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصلاة الإبراهيمية. بل إن الصحيح في الصلاة الإبراهيمية أنه يصح للإنسان أن يقولها في التشهد الأول والتشهد الثاني. سبحان الله. يعني لو أن الإمام أطال في التشهد يقرأ بترسل التحيات وأنت ما شاء الله انتهيت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعضهم يسكت واصل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على، وأكملها فإنها مما تعطر فمك ومما تزيدك أجرا، بل نص على ذلك جمع من أهل العلم. الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام أحبابي معناها أن الذي لا يكثر الصلاة والسلام عليه دعوى محبته لرسول الله ناقصة، وما بيصفها بغير كلمة ناقصة، ولا أريد أن أقول أنه في ذلك ادعاؤه غير صادق، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. طيب يا شيخ، الآن لو سألنا أي واحد الآن يتابعنا قلنا تحب محمد صلى الله عليه وسلم، أعتقد أن كل مسلم راح يقول أنا أحب محمد عليه الصلاة والسلام. من خلال طرحك إذا الواحد قصر في الصلاة على رسول الله، قصر وخالف سنة محمد صلى الله عليه وسلم، هل نقول على رسلك ترى كنت لا تحب محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة الحب؟ هل نقول كذا حبك شوبة شائبة؟ صحيح، نحن لا نستطيع أن نتهمه بذلك، لكن نقول كل منا يحاكم نفسه. أنا ما أقدر أقول يا فلان أنت ما تحب رسول الله، يمكن تصلي عليه وأنا ما أدري عنه. كل واحد أدرى بنفسه، كل واحد أعلم بنفسه. إذا كنت في اليوم ما تصلي عليه مئات المرات أحبابي، الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على رسول الله. أحبابي لو قيل الواحد عطني ريال وأعطيك 10 ريال تمل من إعطاء الريالات؟ الريال ب10 ريال ما حد يمل والله. ان كل منا تلقانا نتسلف. صحيح. لأن أريد أن أعطيك لتعطيني. صحيح. ثم إنك تصلي عليه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فيصلي الله عليك بها 10. تصور لو تصلي على محمد عليه الصلاة والسلام 1000 مرة. شيخ معليش أنا أبغى أفهم إيش معنى الصلاة والسلام على رسول الله عشان نعيش معك الحديث هذا ونعيش معك الفضل كذلك. إيش معنى الصلاة والسلام على رسول الله؟ إذا قلت صلى الله وسلم على نبينا محمد